السلام عليكم، تبارك الله عليكم. كي درتو لاباس؟ نهار جديد، طاقة جديدة، افكار جديدة، كل شيء جديد. كنحاولوا ما امكن نديروا شي حوايج اللي تكون لارضاء الله بالدرجة الاولى، وتكون فيها واحد المصلحة تعم علينا وعلى الجميع. يعني يكون فيها واحد تجاوب ما بيننا وبين ناس اخرين. هنا جيت تبارك الله للجامعة ديال مولاي اسماعيل باش نحضر واحد اليوم دراسي رائع جدا. انا صراحه كنحماق على شي حاجه اسمها لي فورماسيون، تكوينات. وبالتكوينات تبارك الله قدرت اللهم لك الحمد نحقق بزاف ديال الاهداف في الحياه ديالي. وفرحت اليوم حيت شفت الاستاذ اللي كان دار ليا تكوينات واطرني وكوني قبل من كورونا. الاستاذ حاجي ما شاء الله عليه، دكتور وما شاء الله عليه، عنده واحد النيفو عالي. ودرنا فورماسيون على العريضه وكيفاش تقدم عريضه وكيفاش. كنشكر الاستاذ عصام اللي عطاني فرصه انني نحضر لهذا النهار. اخ وسند وانسان عزيز، الله يعمر له الدار والله يحفظه. فرحت تلقيت ناس جمعويين ديال مدينه مكناس والنواحي ديالها، فرحت بدوك النساء ما شاء الله عليهم. عندهم ما يقولوا، شباب كلهم طاقات ومؤهلات، الله يحفظهم الله يعاونهم. كيعجبني المجتمع المدني اللي عنده واحد التعامل راقي ومميز ما شاء الله، ماشي شي حاجه اللي عاديه. الاستاذه تبارك الله صباح الله يعمرها دار. هنا خدينا واحد البوز ديال الغدا، كانوا دوزو بعدا بوز كافي، انا كنت عطلت شويه ما دخلتش بكري. هنا بوز ديال الغدا ما شاء الله. هذا هو الاستاذ حاجي الله يعمرها دار، الله يذكره بخير ويدلم من السلام بركه ويهضر عليكم عتا خوتي فيلات. وخواتاتي، تبارك ودار الله بلاصتو عليكم. كي درتو بامتياز لاباس؟ في كلشي العاصمه مزيان؟ الرباط. نتمنى ان شاء الله تكونوا وفرحت كلكم بزاف، بخير وعلى كنفرح خير نشوف ولاد البلاد في وفي بلايص احسن وفي الظروف مراكز والاحوال. القرار. اول حاجه جمعه مباركه مسبقا ان شاء الله. هذا الفيديو ما عرفتكم واش غتشوفوه دابا بالليل ولا حتى الغدا الصباح ديال الجمعه، الله يحيينا. كنبارك لكم الجمعه وتنقول لكم جمعه مباركه، الله يدخلها علينا بالصحه والسلامه. وهذه اول جمعه تبارك الله في شهر رجب، الشهر الاصب، تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بغيت نهضر معكم على موضوع اللي كل واحد فينا محتاج فيه بزاف ديال الهضره، بزاف ديال النقاش، مواضيع اللي كتهمنا كاملين. كل واحد فينا كيشوف كيفاش يطور من الشخصيه ديالو ويزيد بها القدام ويعيش مرتاح بهذا المعنى، ويشوف الحوايج اللي كتريحو هي اللي يدير. ماشي سهل ان الانسان صراحه يعيش واحد الحياه اللي هي زوينه ومرتاحه، لحقاش شي مرات الانسان هو اللي كيدي راسو لشي حوايج فيهم الصداع. وشكون اللي كيخلي شحال من واحد يمشي بحال هاد الحوايج؟ الثقه. اذا كدير الثقه العمياء في شي حد اللي ما كيستحقاش، اكيد كطيح فيها في مشاكل. الحمد لله الدنيا كلها، الحياة ماشي كل شيء الانسان خصو يكون متعلم ويكون عنده شواهد عليا ويكون بزاف ديال الصداعات والشقلالات. ولكن كاين شي حوايج كنتعلموهم باش كنتعلموهم بالممارسه. اليوم على غدا الممارسه كتعلمنا شي حوايج مهمين. انا غير مؤخرا خديت دروس وعبر في بزاف ديال الحوايج، تعلمت بزاف د الحوايج. وديما كيعجبني صراحه كنلقى راحتي فاش كنكون بوحدي مع الاسره الصغيره ديالي الله يحفظها ليا، مع وليداتي، مع الزوج ديالي، مع الام ديالي. كنلقى راحتي نجلس، وشي مرات نلقى راحتي نجلس غير انا الراس في الراس مع راسي. الراس في الراس مع راسي هذه شي حاجه مهمه. كنتو جربوها ديروها وجلسوا مع راسكم وارتاحوا
وهضروا نهضر. واش عمركم جربتوا تهضروا مع الله سبحانه وتعالى؟ هذه احسن حاجه، وخاصه في هذه الاوقات المباركه، حيت هذه الاوقات راه ماشي شي حاجه عاديه. اتونسيون، راه ماشي سهل انك تجلس مع نفسك، ماشي سهل انك تدرس الامور ديالك، ماشي سهل انك توضع خطه عمل، نراجع الحسابات ديالي، نشوف الاوراق ديالي شنو فيها، شنو يصلح شنو ما يصلحش. الحمد لله اليوم هاد الايام جالسه مع ناس عزاز، ناس تبارك الله روحانيين وربانيين لواحد الدرجه ما تصوروهاش. فرحانه بيوم لواحد الدرجه ما تجيش على بالكم. علاش؟ الناس اللي ما شاء الله عندهم حب الله والخلوه مع الله اهم حاجه. بلا تكليف، بلا تصنع، بلا بروتوكول، بلا حتى شي حاجه. يعني عشاق الذكر، وما احوجنا لدوك الحوايج. وحق الله العظيم خوتي وخواتاتي، زعما راه باش الواحد يجلس ويتصنت العظام وبهذا المعنى ويذكر الله، راه ماشي شي حاجه عاديه وماشي شي حاجه سهله. هذيك راه كيديرها الناس، كيديروها الناس اللي بغاهم صيد ربي سبحانه وتعالى واختارهم من العباد ديالو. الله ينفعنا وينفعكم، والله يقدرنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. نجاهدوا نفوسنا ونخدموا على هاد الاشهر تبارك الله اللي جايه الخيرات المباركه، نخدموا على شخصيتنا ونخدموا على ذواتنا بواحد تقنيات عاليه جدا. راه صراحه والله العظيم انا كيعجبني نتعبد الله ببساطه بدون بروتوكول، بلا بهرجه. ما عمركم تكلفوا وتصنعوا وجربوها ورحموني. وحق الله العظيم الا درتوا ديك الخلوه مع الله وتقربتوا الله بهذا الاسلوب، والله العظيم غادي ترحموني. كيكون سبحان الله كي واحد تجاوب عظيم جدا. الله يقدرنا والله يحفظنا من عنده بما حفظ به الذكر الحكيم. والله يبعد علينا وعليكم شر الخلق الجن والانس. وراه ماشي شي حاجه اللي هي سهله. الحياه راه فيها بزاف ديال الحوايج. نطلبوا من الله اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك. كنت هضرت لكم على النساء الكبار وكيفاش كيعيشوا. مؤخرا زمان كانت المراه الكبيره كتكون مراه حكيمه، المراه الكبيره كتكون عندها واحد الوزن، واحد القيمه في المجتمع، كتهضر كتسكت كل شيء. دابا رجعت المراه الكبيره، اغلبيه النساء الكبار الامهات الكبار الاغلبيه فيهم، واحد الشريحه فيهم رجعوا الله ينجوجكم كيديروا الفتنه، تيديو الهضره ويجيبوها، تيكذبوك واخا تهضر بالصدق، تيلبسوك تهم واخا ما درتي والو. انت مشيتي في شغلك، انت ديها في همك وفي المسائل ديالك الخاصه، وهما تيخيطوا تيفصلوا عليك كي بغاو. الله يهدينا ويهدي علينا. زمان كانوا ناس زمان دوك النساء الحرات ما شاء الله، واللي فيهم واحد العدد حتى دابا ما شاء الله عليهم. اش كيديروا؟ كانوا ما شاء الله عليهم تيهضروا بكلام حكيم، كيعطيوك موعظه، تيعلموك كيفاش دير في الحياه ديالك وتنجح الحياه ديالك وتمشي بعيد. ايوا نطلبوا من الله يهدينا ويهدي علينا ويدير تاويل الخير. هذاك الشيء باش انا صراحه عطيتكم فيديو البارح ديال النساء تبارك الله اللي مشاو بعيد واخا اميات واعيات. والبارح هضرت لكم على فيديو ديال العيالات اللي مراد بالهضره ديال الناس وبالمشاحنه، وكيلاقيو سلوكه ويشهدوا في اللي شافوه واللي ما شافوش بجوج. ولكن الحمد لله تجتهد تشد بنادم بالنيه والصفاء. وكيقولها لي المرحوم الله يرحمه، كيقول لك النيه ابنتي رشيده ورد الحيله. اللي جاب عندك الحيله والتحرميه تخلي النيه ديالك تخدم عليه مزيان. وراه طونسيون، راه الانسان اللي ما كيضربش هاد الحسابات والله القسم حتى يودي. والله اللي ما كيشوفش بينه وبين الله ويراعي بينه وبين الله اللي شافها واللي سمعها وحقانيه مع الله، وما غاديش دير فتنه ودير مشاكل خايبين، يشهد بها الانسان اللي ما شافهاش ما يقولش كاينه وهي ما كايناش. وناقص انسان ناقص مشكله صراحه.